راح اقدم لكم اليوم كرات الكفتة باللحم المفروم والبشاميل. تابعوني خطوة بخطوة لنشوف طريقة التحضير سوا. قطعنا البطاطا هيك، بدي اسلقها، رح اضيف عليها ماء. بدنا نسلقها نرجع. هي وعم تنسلق نحط لها رشة ملح. هلا خلص انسلقوا، رح شيلهم من الماء وهن سخنين. رح بلش اهرسهم، نحط لهم رشة فلفل اسود، شوية ملح لانه نحن حطينا لهم ملح، ورح بلش اهرسهم. نهرسهم منيح هيك، انهرسوا كتير منيح معنا. رح خليهم يبردوا لحتى اقدر شكلهم. رح انزل عليهم باللحمة المفرومة. هلا رح احط لهم رشة ملح ورشة فلفل اسود. هلا رح احط لهم رشة قرفة، رح احط لهم فليفلة خضراء. بعد ما استوت اللحمة رح انزل عليهم بحبتين بندورة طماطم. هلا لنجهز البشاميل حطيت معلقتين زبدة، رح انزل عليهم معلقتين طحين. بنقلبهم شوي مع بعض لحتى شوي الطحين ياخد لون وطعمة مع الزبدة. رح نضيف لهم هلا لتر حليب، وبنضل نحركهم لحتى تروح التكتلات ويدوب الطحين مع الحليب والزبدة. بنحط لهم رشة ملح ورشة فلفل اسود، نقلبهم منيح. صفينا اللحمة هون، رح احط عليها كرات البطاطا اللي عملناهم. هيك صفينا البطاطا، رح احط عليهم البشاميل اللي عملناه. حطيت عليها جبنة، فيكن تحطوا موتزاريلا، فيكن تحطوا اي جبنة انتو بتحبوها. رح دخلها على الفرن. بهيك جهزت معنا وصفة اليوم، كرات البطاطا باللحم المفروم والبشاميل. ان شاء الله تنال اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو وعجبتكم وصفتي، ما تنسوني باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. صحتين وعافية.